السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي متابعيني، عاملين ايه؟ بتوحشوني 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 وكمان بتوحشوني من الفيديو اللي فات للفيديو دوت. ويلا بقى نبطل كسل ونرجع بقى لايه، لأكلاتنا زمان، ونرجع كده ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وما يحلى الكلام إلا بذكر نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. مبدئيا كده أول حاجة هنعملها النهاردة أكل فاخر من الآخر. بقى نبطل كسل بقى ونرجع لشغلنا ونرجع لطاقتنا الإيجابية ونسيبنا من الحاجات السلبية، ويلا بقى نشتغل. واللي يشوفني لأول مرة ما ينساش يدعمني باشتراك وكومنت حلو منك لو أول مرة تشوفيني، فضلا وليس أمر. يلا نبتدي الفيديو. يلا أنا النهاردة بصوا بقى، تعالوا معايا النهاردة. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني هنغسل مع بعض بقى فراخ، وهنعمل الفراخ الشهيرة بتاعتي، الفراخ اللي قلبت السوشيال ميديا بتاعتي. يعني الفراخ ديت جايبه مليون مشاهده على صفحتي القديمه اللي اتسرقت مني. يلا نصلي على الرسول ونبدا، وكله يصلي في الكومنتات. واللي يشوفني لاول مره ما ينساش يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصله مني كل جديد. يلا نبتدي. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما يحلى الكلام إلا بذكر نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. مبدئيا كده أنا النهاردة هعمل أكل فاخر من الآخر، يعني نفوق كده من الغيبوبة ونرجع كده لطاقتنا الإيجابية، ونرجع كده بفيديو قوي حماسي اللي عرفني على أحلى متابعين في الدنيا. الفيديو دوت اللي فتح لي باب الرزق في صفحتي اللي اتسرقت مني. انا زعلانه ومش هقدر انساها، بس انا عندي يقين بربنا ان هي ان شاء الله ان شاء الله ترجع لي تاني. معايا بقى الفراخ بتاعتي، واساس اي وصفه عندك عشان تنجح معاكي وتطلع معاكي كده مميزه جدا جدا جدا، ويطلع معاكي الاكل ويقولوا لك الله يا ماما، غسيل الفراخ بتاعتك لازم تكون نظيفه جدا جدا ومغسوله بملح وليمون ودقيق او بطحينه. تمام. انا ما كانش عندي طحينه، غسلت بدقيق، بس عايزه اقول لكم ان انا مره جربتها وغسلتها بالطحينه، فعلا 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 ممتازه جدا. تعالوا بقى بعد ما غسلنا الفراخ غسيلا جيدا وخليناها بيضه مع فله منوره، جبنا حله على البوتاجاز فيها ميه، فيها بوكيه جرنيه، بصل، طماطم، ورق لوري، وحبهان، وحطيت له الملح والفلفل ومكعب ماجي فقط لا غير. تمام. هسيب الجناحه بتاعتي بقى. انا كنت جايبه مع الفرخه كيلو ونص جناحه، وحطيت معاها الرقب والقناصه والكبده يعني والعزاويل دي يعني. تمام. طب انت ليه هتعملي جناح وليه هتعملي فرخه؟ الجناحه هعمل بيها صينيه تورلي النهارده. عايزه اقول لكم ان الخضار في الشتاء ما تفوتيهوش ابدا، يعني على قد ما تقدري تعملي خضار كتير قوي في الشتاء. بص انا بقول لكم الصينيه الالومنيا بتاعت القمر دي هنعمل فيها صينيه رز معمر ما يخرش الميه. سامحوني على صوتي لان انا تعبانه شويه ومريضه. يا رب يا رب يزيح عن كل مسلم اي تعب واي هم واي غم، ويكرمكم ويديكم السعاده والهنا والرزق ويفك كربنا يا رب جميعا. تمام كده. اللي وصلت معايا لغايه هنا بقى تحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو منها لو اول مره تشوفني، فضلا وليس امرا. هنقشر الخضار بتاعنا يا باشا، جزر وكوسه، لزوم بقى الايه التورلي بتاعنا النهارده. تمام. هشتغل بقى، هعمل تورلي كده حلو بالجناحه، هيروح في حته تانية خالص. والله العظيم في حته تانية خالص. بس اتفرجوا بس على الفيديو وكملوا معايا للاخر وشوفوا اكلنا هيروح لغايه فين. تعالوا بقى نبشر هنا بصلايه، جزرايه، قرن فلفل، ملح بقى، هنحط ملح وفلفل وتوابل فراخ وصويا صوص عشان انا هشويها، وابدا توم باودر، بصل باودر، وحبه بابريكا، وادعك كل الكلام ده بايدي. تمام. عشان املح الفرخه بتاعتي متصفيه تماما من الميه. تمام. ايوه، ودي بتبقى اساس نجاح الفراخ المشويه معاكي في البيت، ان هي تكون مغسوله ومتصفيه تماما من الميه. تمام. ابدا كده بقى اكتفها واظبطها واقعدها في الشوايه العبقريه
زي ما قلت لكم ان انا عملت الفيديو دوت من سنتين على صفحتي عائلة ماما روما على الفيسبوك. هي اللي عرفتني بمتابعين كتير قوي 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 الفرخة اللي هزت.
مش عسل. تعالوا بقى نفتح الفرن ونشوف الفرخة التي هزت أساطير الفراخ المشوية. عايزة أقول لكم إن هي خطيرة. رز المعمر طبعا والتورلي في الفرن، ونطلع بقى ناكل ونشوف بقى إيه الأخبار إيه. تحفة. بصوا بصوا الجمال، بصوا اللمعان. خطيرة خطيرة خطيرة، قاعدة متربعة ومتأنتخة و10/10. ناخد بقى من الصوص ده، بصوا ناخد من الصوص ده بقى وننزل كده بقى، وشم الروايح بقى، شم الروايح. تحفة. دي بقى ايه؟ دي ايه؟ فرخة جامدة قوي. دي الفرخة ايه بقى اللي حيرت ايه شعب مصر كله. ايه رأيك؟ ادانا معايا، ادانا معايا. ولا الرز المعمر بقى؟ ها؟ الرز المعمر اللي يستاهل بقك. ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ طلع بقى صينية التورلي ونخرج ناكل. حلوة؟ ها؟ بصوا بقى الجمال وبصوا الحلاوة. قولوا لي بقى ايه رأيكم؟ حاجة كده بقى اللهم بارك. بصوا الجناح القمر والتورلي، التورلي بتاعنا تحفة. الرز بتاعنا بصوا الجمال، والفراخ بتاعتنا بصوا القمر. دايما جنبك. يلا اقول لكم بقى سلام، وفي حلقة جديدة من عائلة ماما روما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى عايزة اقول لكم ان التورلي النهاردة خطير، والرز المعمر روعة روعة روعة. بصوا الفراخ خطيرة. بصوا في قلبك، ونقعد نخلي الوعين. احلى رز معمر بالسمنة البلدي، حاجة كده في منتهى الجمال. شايفين التورلي ده بقى روعة. لايك واشتراك وكومنت حلو منكم لو اول مرة تشوفوني. سلام.